معناته هي سهله على فكره، كثير سهله، بدهاش كثير اشياء. ومكوناتها دائما موجوده عندنا بالبيت، كل بيت السميد فيه باستمرار. السكر. اوكي. معنا اتصال. سماح. الو مرحبا. مرحبتين وثلاثه واربعه. يعطيك العافيه. يعافي قلبك، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. من وين تحكي معنا يا سماح؟ من نعود. من نعود. اهلا وسهلا فيكي. بس تفضلي حبيبتي. أنا حابة أشكركم على البرنامج اللي كتير مرتب. أنا ما دخلت بخصوص اللوحات، بالعكس وكتير إشي حلو وكتير إشي رائع وإبداعاتكم كتير حلوة، لأن شغلكم كتير مبين إنه حلو ومرتب. أنت تنتقلي من مكان عم تلتقي فيه ضيوفك لمكان المطبخ كتير رائع. حبيبتي شكرا لك وشكرا لملاحظتك، واحنا يعني بنحيي اتصالاتكم ومشاركاتكم، وصدقيني احنا مبسوطين باي تعليق، وان شاء الله اي شيء بيكون يعني لكم بزيد لكم بتستفيدوا منه بتحبوه، احنا جاهزين. تكرم عينك وشكرا لملاحظتك. ومعنا حنين من العقبه اتصال وطالبه اظن المقادير وعم تظهر امامها على الشاشه. وهلا شفنا نذكر انت ايش عم تعملي. انا بدي اضيف المطيبات اللي هم ورق الغار وحب الهال والفلفل الاسود. هاي المطيبات ضروريه. هذا معنا اتصال. راح الاتصال. على كل حال المقادير ممكن تلاقوها على الفيسبوك موقعنا الالكتروني حتى تستفيدوا منها اكثر وتاخذوا كل الوصفات الصح بحذافيرها وبالكميات حتى تقدروا تطبخوا طبخه زاكيه وبنفس الوقت مفيده. هلا هون بس يبدا عندنا الدجاج تغير لونه بهاي الطريقه بنضيف مي سخنه. برجع باكد على هاي الملاحظه. احنا هلا معناته احنا مع طناجر ساميز والالوان الحلوه وطبختنا الاذكى والاحلى. حطينا هلا اول شيء البصله مع الزيت، وبعدين تفضلي شيف. قلبناها. ملحنا. شوي الدجاج، بعدين حطينا المطيبات، ورق الغار، حب هال، فلفل اسود، حب المطيبات اللي بتعطي الدجاج نكهه وريحه حلوه. هلا احنا رح يبدا يغلي لانه عملنا طريقه احنا شوحنا الدجاج، رح تشوفي ما رح يطلع زفره للدجاج بهاي الطريقه. هلا انا بدي اكسب وقت، بدي احضر الصنوبر. مضوي. تقريبا معلقتين زيت بضيف الصنوبر. عادة مش لازم نحمي الزيت قبل شيف؟ لا ما بتفرق بموضوع الصنوبر. لا ما بتفرق. اوكي. طيب خلينا هيك رح نبدل، نعلي هون ونوطي هناك. هلا احنا عندنا اول ما يبدا بالغليان الدجاج، وزي ما قلت اذا انتبهتي احنا بهاي الطريقه هي غلي، يمكن رانيا شايفه ما بيطلع عندنا زفره للدجاج لانه قلينا الدجاج قبل. بتغطيه هلا. هلا بنترك الدجاج لحد ما ينضج على الاخر. الفته الدجاج لازم يكون كثير مستوي فيها. طيب شيف بالنسبه للتشيز كيك نرجع نذكر، نقدر هلا نحط عليها الجلو؟ هلا بس نخلص شوي. كل ما برد اكثر بيكون اضبط. هي عندنا الصنوبر بدا يتغير لونه. طبعا كل ستات البيوت بيعرفوا الصنوبر ما بتخليه يتحمر على الاخر لانه بالزيت بكمل تحميره. هي هيك احنا عندنا الصنوبر بكفيه. نرجع بنقيمه من الزيت عشان ما ياخذ بالضبط، ما يتحمر اكثر. مزبوط. طيب هلا كل مكونات الفته عندنا جاهزه. شيف بدك هذا الغاز ولا لا حبيبتي ما بدي اياه. هلا عندي اللبن، انا بفضل بستعمل لبن انعاج مشان يكون جامد وما اضطر احط طحينيه. اذا ما كان عندك الا لبن بقري بدك تضيفي معلقتين طحينه. فاذا هلا اللبن انعاج مع كيلو لبن انعاج مع 3 سنون تومه مدقوقه. تخلطيه منيح. طبعا بده رشه ملح، برجع بقول ملح كله حسب الرغبه. احنا بالاكل ما تتأيدوا لانه هاي اذواق. انا هون مشان اكسب وقت سالقه دجاج. شايفين صدر الدجاج نفس اللي حطيته هون، سالقته ومفتفته بهاي الطريقه. حتى الرز انا مستويته. الرز طبعا نرجع بنذكر طريقه عمل الرز. كل كوبايه رز منقوعه
بدها كوبايتين مي مغليه وبتضيفي لها زبده او زيت حسب الرغبه وملح. تفرق ايش نوعيه الرز؟ امريكي طبعاً. مصري بفرق؟ طبعاً. ايش لازم نستعمل؟ انا بفضل للفته بستعمل الرز اللي هو العادي المصري. اللي هو احنا بنقول له الرز البلدي. اوكي. مش الرز الامريكاني بالفته، مشان بعطيكي اكثر هيك تحسي كيف رز المنسف. نفس الفكره. يا ويلي على المنسف، لا هذا موضوع ثاني هيك صرنا. شايفين هون عفوا بس اورجي المشاهدين غليت، ما طلع عنا شيء لانه الدجاج حطيناه بطريقه قلنا ما حطينا ني وحطينا عليه المي، وهي كثير شغله مهمه. طيب شيف نرجع نذكر مره ثانيه بالمقادير. المقادير تاعت فتة الدجاج. عندنا هون نص كيلو صدر دجاج حطيناه ينسلق بالطريقه مع المطيبات والبصله والزيت. عندنا هون 3 ترغفه محمصين وجاهزين. انا هون الجاز، وعندنا كوبايه رز ني هي بتعطينا هذا المقدار، وعندنا كيلو لبن انعاج، وعندنا صنوبر وبقدونس للتزيين. اوكي. انا هون مرقه الدجاج طبعا قبل التقديم مباشره لازم تتسخن. اوكي. طبعا احنا الوقت بلش يداهمنا شيف. اوكي. هلا هي مرقه الدجاج محضرتها طبعا الشيف قبل عشان نختصر الوقت. بنشرب فيها الخبز المحمص. هذا محمص ولا مقلي؟ هذا احنا الخبز مقلي قلي. مقلي قلي. اوكي. ممكن تحمصيه ممكن تقليه، هو المقلي طعمه بيكون دائما اطيب صراحه. أوكي. كل شيء ادسم كانه اذكى بكون. اوكي. كل شيء انصح. هي عندنا الدجاج المفتفت. أوكي. عمليه جدا سهله وبسيطه. أوكي. بهاي الطريقه. فاذا شربنا الخبز المقلي بمرقه الدجاج، وهلا صفصفنا الدجاج المفتفت بالصينيه بتوزع على كل بهاي الطريقه. هلا الرز برضه بنحاول نغطي كل البايركس. اوكي. شايفه؟ وما يكون كميه كبيره لانه عندنا خبز هيك. اوكي. هيك بيكون. شيف ممكن تنحط بالفرن مثلا ولا لا لانه فيها لبن طازه ما في داعي ابدا. والفته من الاشياء اللي بتنعمل والناس عندك يعني مجرد ما وصلوا ضيوفك بتبدي تحضري الفته. بتقدري تتاكل بارده شيف؟ تتاكل بارده. هلا بنضيف اللبن، بنغطي كل. هلا شيف عشان نختصر الوقت رح اطلع الشيف بدي اطلع الشيف بدي اطلع التشيز كيك. اوكي. بدك تطلع اللي جهزناها؟ بدي اطلع اللي جهزناها قبل الحلقه، وبدي اطلع اوكي. اللي هلا وقت دقيقه باقي معنا. دقيقه ونص. لا ان شاء الله. هيك فتتنا جاهزه. أوكي. هلا شيف بس ثواني. اوكي. بنزين بالبقدونس المفروم بهاي الطريقه. الله على الريحه. شباب جوعانين؟ اكيد جوعانين. هيك. اوكي. الفتة تبعتنا جاهزة. هي قالب التشيز كيك تبعنا هذا. هلا بهاي الطريقة بنحط الجيلو. انا رح اطلع كمان القالب الجاهز. شايفين هيك؟ وبنرجعه على الثلاجة لحد ما يجمد. اوكي. هلا عندنا قالب جاهز على السريع. اوكي. بس رانيا تخلي لي الثلاجة مفتوحة لو سمحتي. اوكي. اوكي. طبعا مثل ما انتم شايفين هلا احنا التشيز كيك اللي جهزتيه قبل شيف هيو جاهز. طلعناه هلا من الثلاجه. كثير يمكن الانسات والسيدات عم يفكروها خزانه، ولكن هي ثلاجه بلت ان موجوده اصلا بالمطبخ. هاي طبعا من الابداعات الرائعه لمطابخ الطباع. طبعا هلا هون التشيز كيك جاهزه. قبل ما تفتحي قالب التشيز كيك باستمرار بهاي الطريقه بس بتحركي. تأكدي انه الاطراف كلها مش ملزقه. بالضبط. هلا هي قالبنا. بسم الله. فاذا هلا حضرناها شيف. انا شايفتها انها مع كيوي. هذه منظر بجنن. حضرناها بالكيوي، والثانيه اللي بالثلاجه بالستروبري. ومعنا فتة الدجاج جاهزه. فتة الدجاج. اوكي. فاذا
اليوم كان في معانا طبقين اساسيين، كان في معانا فتة الدجاج وكان في معانا التشيز كيك. ودائما في نهاية كل حلقة أنا بقول لأنك الأنثى، لأنك الأحلى، لأنك العنوان، لأنك الإنسان، الحياة معك أحلى. آنساتي سيداتي، شكرا لكم، شكرا لك يا شيف يسار، وأهلا وسهلا فيكم. تابعونا يوم السبت القادم بنفس الزمان والمكان. إلى اللقاء.